الراجل كان بس بيراقب الست، عمره ما كان متوقع يكتشف إن عندها مشكلة خطيرة في القلب. ولما الراجل قال للست تروح المستشفى فوراً علشان تتعالج، الست افتكرت إن الراجل مش طبيعي، لأنها عمرها ما كانت عيت قبل كده. وبعد ما الراجل حاول يقنعها كذا مرة، الست أخيراً راحت المستشفى تعمل فحوصات. في اللحظة دي الدكتور قال إن من حسن الحظ إن المشكلة اتكشفت في الوقت المناسب. حالة الست دلوقتي محتاجة علاج بالأدوية بس. ساعتها بس فهمت إن الراجل ده كان عبقري في الطب. واتضح إن من سنة وهو راجع على بيته، الراجل أنقذ شخص كبير في السن بالصدفة. فمش بس اداله قدرة خارقة إنه يشوف من خلال الحاجات زي الأشعة، لكن كمان خلاه عبقري في الطب. بعد كده اشتغل في المستشفى كمتدرب وهو بيرتب ملفات المرضى. فجأة سمع إنذار العناية المركزة. في اللحظة دي كانت حالة المريض خطيرة جدا، وكل الدكاترة كانوا في العمليات وقتها. أول ما الراجل جري على هناك، استعمل قدرته إنه يشوف الأشعة علشان يشخص حالة المريض، وبعدها قال للممرضة تحضر الدواء وتبدأ العلاج. لكن الممرضة افتكرته مجرد متدرب وقالت له يمشي فوراً. في اللحظة دي رئيسة التمريض لاحظت إن الوضع خطير جدا، فملهاش حل غير إنها تمشي على تعليمات الراجل. بعد علاج الراجل السريع، المريض خرج من الخطر بنجاح. في اللحظة دي المدير جري على المكان، ولما عرف اللي حصل من رئيسة التمريض، المدير اتفاجئ جدا من الراجل اللي قدامه. إزاي دكتور متدرب يبقى عنده مهارات طبية ممتازة بالشكل ده؟